انا اول ما بديت بعد شويه الحرب قامت بعد زي شهرين كده وقفت. كنت بعمل كونتنت عن السودان. عن السودان زمان وحسي فرق بين السودان زمان وحسي. حلو. لانه انا اوريدي زي ما قلت لك انه عندي ذاكره تصويريه لطيفه. فكنت يلا ساعدني انه او اداني دافع الحرب. اوكي. انا اول ما بديت بعد شويه الحرب قامت بعد زي شهرين كده وقفت. خلاص الوضع كان بالنسبه لي انا صعب. عندي اختي من السودان جايه ووصلت وين وما وصلت وين، بقيت ما قادر وصل في موت وفي شنو. ما في الكوميديان ما بيقدر لانه اصلا انسان اصلا. صحيح. بعد شهر واحده رسلت لي رساله قالت لي يا اخي فيديوهاتك طلعت امي من اكتئاب الحرب وعليك الله ما توقف. انا اصلا كنت بوقف اصلا فقمت قلت بسم الله انا معناتها قاعد اعمل حاجه كويسه يلا اساعد الناس. فاهم لقيت حد نشارك بعد شويه ثقافه. تبغى تبدا؟ انا ابدا بس مش احسن. اوكي. ايوه انا السلام عليكم ورحمه الله. انا طبعا بحب البودكاست بحس نفسي داير اطلع اليوم وين الكاميرا حقتي؟ ايوه اليوم احنا في استضافه 2 من الكوميديان المعروفين جدا. مصدوم انت حسي صح؟ ايوه يعني اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين سلاش المتابعين سلاش المستمعين في حلقه جديده من برنامج شنو الكوميديا سلاش ايش الكوميديا. الحلقه هذه معانا ضيف صراحه مره رهيب. يعني من الضيوف اللي كانت الفكره موجوده في بالي وفي بال مؤمن في نفس الوقت. قلنا إيه والله حتى الكوميديان الرهيب صراحه موهبه ما حقول على انا شايفه صراحه محترف على المسرح. بوش. الاسم ده جاي من وين؟ قبل ما اقول لك الاسم جاي من وين، انا صراحه يعني مبسوط شديد ان انا قاعد هنا شديد جدا. ليه؟ لانه انا من اكبر الفانز لكم جدا جدا جدا. انا كنت واحد من الناس كنت لا بجد تتفرج له حلقه وانت صغير انا بتفرج يس كمل. والله انا كنت بكون من الناس الشيء اللي لما تنزل انا معي وخالي اسمه انس بنكون 225 300 اول مشاهدين في اليوتيوب. والله انا مره رسلت لك ايميل زمان 2010 2011 رسلت لك ايميل انه انا بحب ايش اللي وعاوز اكون معكم في البرنامج وانا قاعد في الخرطوم وكنت يس وانا عامل لك فولو من بدري. ايوه طنشت زمان جدا. ما نسيت الباسورد. رد عليه على ايميل ايش اللي ما عارف والله ما متذكر. لكن بجد والله انا يعني انت بما كلمتني انا انه اخذت الكلام ده في بالي انه انا اجي اقوله. وانا حاسس حاليا كوني انه انا وصلت انه اقعد مع ناس انا زمان كنت بحضرهم فانا حاسس نفسي انه انا انجزت يعني. وانت انجزت او مو عشان قاعد معنا انت ما شاء الله والله العظيم. يعني انا اقول لك موقفي معك. انا يعني في البدايه قابلت صالح نواوي. كان صالح نواوي بشوفه في في السوشيال ميديا. بعدين قابلته بالصدفه في مطعم قلت له تعال نعمل ستاند اب كوميدي. قال لي انا لسه كان مو بادي صالح نواوي ستاند اب. قال لي انا ابغى ابدا الله يخليك ممكن تديني نصايح. فعلا جلسنا يوم من الايام وسالني اسئله وجاوبته كذا. كان مقابله لحالنا وحضر لي عرض كان عرض اوبن مايك صغير كان في بزنس باي وانت جيت معاه وتعرفت عليك وقتها. ما عرفت اسمك او ما ربط اسمك. وبعدين بديت اسمع عنك من جهه اخرى يعني بعد العرض. وبوش والله بوش كوميديان رهيب وانا اسوي نفسي اعرفك. هو بوش تعرف بوش وانا اعرف وانا ما اعرف انت مين. انا اعرفك بس ما اعرفك ما ربط ان هذا الشخص اللي صاحب صالح نواوي هو نفس اللي قاعد اسمع له طول الوقت اللي هو والله بوش صراحه مبدع هذه الفتره. انت لو تحضر له من فين هو؟ من السودان. السودانيين دمهم خفيف وزي كذا. فبعدين يوم من الايام طلعت مع أسة في مقابله. حضرت المقابله وتكلمت قلت انا قابلت هذا اللي صاحب صالح. قال بوش ايش في لا تخلط الامور في بعض.
الاسم ده ورايا إيه. قلت لا تخلط الامور، بس ما قلت في بالي اللي هو، بعدين قلت اوكي ايوه صح هو كذا اسمه هو. صرت انا في المقابله كلها قاعد اقول لحظه انا كاني جبت العيد وهو نفس الشخص. فافكر رجعت البيت ودورت وكتبت بوش كده، طلعت اللي قلت هو نفس أيوه. الشاهد في الموضوع اللي هو يعني انا عرفتك بعد ما عرفتك يعني. لا هقولها بطريقه افضل. لحظه، سمعتك سبقتك الله يسعدك. حتى بعد ما انا اعرف كيف ممكن اقولها بطريقه افضل. انت كويس. الله يديك العافيه. السوداني لا انا اترجم. انت تترجم. أيوه. اوكي احنا عندنا في بين اتفاق، لما تقول اي كلمه او اي حاجه ما يفهمها حترجم. يعني لا تقليلا باي شكل من الاشكال للهجه السودانيه، بس انا ما ابغى اسلك. اوكي تمام. انا احكي لك موقف قبل كده. انا اول يعني مش اول، ثاني ستاند اب اشتغله كان عرب ما في سوداني. اوكي. انا مرعوب من موضوع اللهجه، داخل بعمل كده، عرفتها، ما قايل اي حد حيفهمني، وانا اصلا السيجنتشر حقتي لهجتي، ما احب اغيرها ابدا. فدخلت كده، اول ما دخلت قلت لهم هاي كيفكم سافا. فضحكوا لانه سوداني يعني كده يتلخبطوا. بعدين اتكلمت سوداني، تكلمت اكتشفت انه الناس فاهميني، بس هم خايفين ما يفهموني. نفس الفكره. اوكي. اول الان انا فاهمك صح. ايوه. إيه. فالتريك وين؟ انت لو اتكلمت سوداني بيور، يعني لو انا وهو تكلمنا سوداني بلهجه سريعه ما حد فهمنا. لكن لو اتكلمت معك كده وكده all good. فانا حتعامل معك كده. يس ما حنضطر انه يترجم لنا. حلو. اوكي. مو مسأل سؤال اللي هو ليش بوش؟ كيف طلع معك الاسم؟ طيب بوش اسم أكلة سودانية. اوكي. اللي هي بوش. يعني انت بتقول بوش كده بتلحينها، هي بوش اصلا بفتح الباء. بوش ده جورج بوش. انا يعني طيب انت شوهتني على فكره. انا قلت لها بوش. ايوه انا قلت لها بوش، بعدين قلت بوش، قلت شكله هو كولنها. لا هي بوش. اسمع انت في دبي. ايوه هي بوش. انا هنا بوش. ايوه معلش ما حد في دبي حيقول بوش ابدا. لا انا عند الشوام بوش احلى اروق زعتر كده. وهنا ايوه. فبوش اكله سودانيه اللي هي بتعرف فتة العدس صح؟ فتة يعني عيش. أيوة. اللي هو خبز مفتوت مقطع عليه عدس. يلا لا هو عليه فول. اوكي اسمه بوش. اوكي. وعليه جبنه وعليه كده طعميه وحركات. ما قلت نفس دي. هذا نفس الفول مصلح؟ لا فول مصلح هو الفول لحاله. بوش أوكي. اللي هو اضافه العيش داخل الفول. انا صراحه الوالده كانت زمان سويها بعدين بطلت، عشان كذا ما. ايوه انت مقصر على فكره. ايوه انت حقول اي كلمه ايوه حيزرك اللي والله يسهل عليك. هو سفير السودان بالنسبه لي يعني. وبالنسبه لي انا برضه. اوكي طب ليش انت ليش سمت نفسك باكله واضح انها ما شاء الله من شرحك لذيذه لان احنا جعانين على فكره. ايوه زمان كنت امي كان بتعمل في زمان كان ما عندنا بوتجاز وغاز والحاجات دي، فكان في حاجه اسمها كانون اللي هو صفيحه بتاعت حديد. بتحط عليها فحم وبتحط على يعني زي جريل صاج. يلا الصاج عندنا هو الصاج هو المعون اللي بيتعمل بيه اللحمه، ده اسمه الصاج. اوكي. الكانون هو البوتجاز. اوكي. زي الجريل بتاع المشويات. ايوه بيحطوا وبيجيبوا الحله اللي هي بيحطوا فيها الفول عشان طنجرة. مع الطنجره. ايوه هو يقول الطنجره. الحله بيحطوا فيها الفول عشان الفول يغلي. طيب فيلا ما لانه الصفيحه حقت اللي هي الكانون ما بتقدر تاخد فيها الحله دايركت، فبتحط 4 طوبات بالجنب عشان الحله تكون كده مرفوعه على الفحم. امي كان حاطه 3. طيب واثناء ما بتحرك في الفول، امي كانت بتعمل فول، اثناء ما بتحرك في الفول انا قاعد جنبها بلعب صغير عمري 6 سنين او 5 سنين، فبتحرك في الفول قامت الحله شنو مالت،
فمويه الفول اللي هي بتغلي وقعت دفقت في رجلي. طيب حمد ولد عمي سماني مويه فول اول يومين، فلقوها طويله سماني بوش. قصه حزينه مره مؤلمه جدا. ايوه طلعت باسمي انا. ايش اسمه ولد عمك هو؟ ولد عمي ايوه. مالك حق. انت غير مستقبل البني ادم. الحمد لله انه مو ولد عمي. لا ده هو انكبت عليه شمر كثير، الحمد لله انه لين دحين بدر. حمد ده هو من الناس اللي وقفوا معي في الموضوع كوميديا. ده الشخص اللي هو بيجي قدامي بضحك اقل حاجه سواء فيك. اقل واجب ده البيباك كفر صراحه. على الأفعال. اوكي تحيه له. طيب بهذا موضوع الاسم الكوميديا دائما انه اختيار المسار حق الكوميديا بيكون لانه مختلف، لانه جديد بالذات في عالمنا. فدائما في الهجوم او عدم الدعم. انت اول حاجه اللحظه الاولى اللي اخترت فيها انك تقدم كوميديا، متى كانت اللحظه دي؟ شوف انا الكلام ده قبل 3 سنين او 4 سنين 2022. اوكي. يعني ولد عمي اللي هو اخو حمد كان زمان على طول بيقول لي يا اخي نعمل بودكاست نسميه بوشكاست، يلا واعمل فلانه لازم تغير يا عمك. لازم لا ويلا كذا هو اكثر انا عمري 6 سنين انت فاهم. يكمل يلا فيلا هو والله دعمني طوال. يلا صور اسمه عبد الله. يلا فكنت شغال في شركه كانت الانفايرمنت توكسيك متعبه. لما شعري شاب لما استغلت كده قعدت في البيت من غير شغل شهر. قلت لهم انا ما داير افتش شغل، انا داير اهيل شويه عشان انا خلاص ما قادر. اثناء الشهر الاسبوع الاول الاسبوع الثاني بقيت ما عندي خلاص ما في موضوع اعمل شنو عرفتها. فقمت انا اصلا اوريدي بصور وكده، فقمت جبت الكاميرا ظبطت اللايت وكده، قعدت نزلت فيديو. الموضوع ده يعني انا ابدا ما كنت محضر للموضوع لانه انا اوريدي يعني لما احكي قصه مع الشباب بينبسطوا يعني. فانا دائما عندي فكره، وبعدين انا مشاكلي كثير ومصايبي كثيره يعني. موضوع بوش ده اقل شيء اقل شيء الحياه. قبل حصير انا واجهت بلاوي ومصايب يعني. اوكي. مفيده للكوميديا هذه المصايب ترى جدا. فقمت عملت الفيديو الاول، الفيديو الثاني، الفيديو الثالث. الفيديو الاول سوري جاب 120,000 مشاهده. 120 مشاهده ده بالنسبه لي انا لا تيك توك بالنسبه لي انا كان حاجه مخيفه. انا لما كنت بتصل على امي بتصل على الناس انا بقيت مشهور وقلت لهم خلاص انا عاوز افيم السياره، عاوز اعملها كده. انا فهمت فين اظلل ايوه عاوز اظلل السياره كده وانا عشان ما حد يشوفني بهزر يعني. ف الواجهتنا صعوبه في الاستمراريه ما في البدايه. انا بديت صراحه مش صدفه، بس بديت ما عندي درايه ابدا باي قانون من قوانين الكوميديا. لا افقه شيء. اوكي. انا بعرف انه انا مع اصحابي لطيف والناس قبلوني فاستحملوا صراحه. ده في مجال انا بالنسبه لي انا بسميه مش الستاند اب كوميدي، ده في مجال السيت داون كوميدي بالنسبه لي، اللي هو اللي هو الكوميديا الرقميه، الكوميديا اللي بتمشي الكوميديا المجانيه اللي هي بتقدمها للناس عبر السوشيال ميديا. كنت بعمل كونتنت عن السودان، عن السودان زمان وحسي الفرق بين السودان زمان وحسي، لانه انا اوريدي زي ما قلت لك انه عندي ذاكره تصويريه لطيفه. فكنت يلا ساعدني انه اول اداني دافع الحرب. اوكي. انا اول ما بديت بعد شويه الحرب قامت بعد زي شهرين كده، وقفت خلاص. الموضوع كان بالنسبه لي انا صعب. عندي اختي من السودان جايه ووصلت وين وما وصلت وين، بقيت ما قادر. وصل في موت وفي شنو ما في الكوميديان ما بيقدر، لانه اصلا انسان اصلا يعني. صحيح. بعد شهر واحده رسلت لي رساله
قلت لي يا اخي فيديوهاتك طلعت امي من اكتئاب الحرب، وعليك الله ما توقف. انا اصلا كنت بوقف اصلا، فقمت قلت بسم الله، انا معناتها قاعد اعمل في حاجه كويسه، يلا اساعد الناس. ما لانه انت ما حتقدر تساعد، ما حدا بشي تقول للناس وقفوا ولا انت صلى على النبي. صلى على النبي. انت لازم تلقى حل تقيف مع الناس. لا عندك فلوس تدي لكل الناس لو انا عندي قروش، انا السودانيين التعبانين كلهم بديهم، لكن انا ما عندي، انا يلا كفي نفسي وكفي اهلي. فقمت بديت رجعت اعمل كوميديا. ده اداني دافع انه انا اواصل صراحه، لانه لقيت الناس مبسوطه. وعندي صاحبي كان حسي حاليا هو زميلي في الشغل، جاء من السودان قال لي انا كنت بكون بحضرك واصوات اصوات الضرب واصوات الطيارات فوق راسي، انا كنت بنزل كل يوم بعد الفطور في رمضان الساعه 7 يكون قاعد منتظرني. والله يعني كان الانترنت صعب والحياه صعبه، بيكون قاعد منتظرني عشان يحضر الفيديو. كان بالنسبه له انه هو بيطلع منه الطاقه السلبيه. فحسيت انه انا بقدم في رساله. حلو، فهمت؟ وصراحه هي الكوميديا بعيد عن انك تقدم رساله. انت يعني كده انسان عارف. ايوه يعني اول شيء نستهبل بعدين نشوف شو نسوي. ايوه فبس دي كانت انا كنت بتكلم عن شنو؟ حسيت نفسي تكلمت كثير. البدايه كنا يس دي كانت البدايه. وصراحه الحرب هي اللي ادتني دافع انه انا، لانه حاسس انه في ناس محتاجه انها تضحك. يس في نفس الوقت كنت خايف من انه انا واحد يكون عنده حد مات، او هو مثلا ماشي في درب ما عارف نفسه، وين يشوف فيديو بتاعي انا هيحس بشنو؟ مو وقتك. ما يس ما دي هنا ده كان المفارقه. يس ايوه اعرفها صعب. فانه انت ما عارف انت كويس معاهم ولا انت لا ما كويس معاهم. فهمت؟ في الوقت ده كده لسه انا ما عارف انا شنو، انا كوميديان ولا انا ممثل ولا انا بعمل ما قلت لك انا لما دخلت الكوميديا ما عارف انه انا عاوز شنو من الكوميديا اصلا. فهمت؟ بعد ذاك لما اشتغلت في الشركه الجديده، الشركه حقتنا صراحه هي ساعدتني في انه كيف ابني استراتيجي اللي انا بعمل فيه. اوكي انا شغال في شركه بتاعت اللي هو سوشيال ميديا مانجينج. اوكي طيب والمانجينج دايركتور اللي هي مديرتنا يعني من اعز الاصدقاء، هي مسكتني كده قالت لي ده طريقك هنا، يلا اعمل 1 2 3 وامشي. بقيت عارف انه انزل الساعه كم، انزل فيديو مدته كم، ما ابدا بهاي كيفكم طوالي على طول تبدا كده. عرفت انه انا يعني كيف انا استفيد من الحق اللي عندي انا. عرفت اغير الاودينس، لانه كانوا كلهم سودانيين. يس انا بتكلم عن السودان بس. كمان قلت لي لا انت لازم تغير الاودينس. انت عملت بيز اوكي تمام، دي حاجه كويسه. انت بيز اساس بيز اوكي. ايه انا حتكلم انا اوكي عملت انت انجليزي وسوداني الاثنين ما حسيت سوداني طيب. عملت اساس. أوكي. عملت اساس اوكي يلا انت مفترض انت تعرف تمشي على الطريق الصح. هي من اشطر الناس يعني ممكن تلاقيه في حياتك. يعني لأنه في فهم بتعمل في شنو. فغيرت الاودينس اللي هو بعمل الحاجات اللي بتكون بتتعلق بجميع الجنسيات. يعني كلنا درسنا نفس المدارس. صحيح. زمان المنهج ممكن يكون مشابه، التلفزيون واحد زمان كلنا بنحضر نفس ايوه المسلسلات. المسلسلات الكرتونيه كلنا. فباعتباره انه الوطن العربي ده كله واحد، يعني بتفرقوا بس الالوان والاشكال واللهجات والتفاصيل. فلما غيرت الكونتنت هو ده الاختلاف في الموضوع. انا بالنهايه بعرف بهزر، لكن عارف اهزر وين وهزر كيف. دي الفكره. يس دخلت عملت الاستراتيجي، بقيت ماشي كويس، قابلت صالح. ده برضه غير لي مساري. اوكي تماما. ويعني احنا الاثنين غيرنا مسار بعض. يعني انا صالح جبته عملت له كاركتر معين. اوكي لانه انا اوريدي انا بصور وبمنتج وبعمل وبفعل ومخرج وكده. فانا قمت يعني خليته يعمل شكل
الكونتنت يكون كيف انه حد سامعك والحد ذاته لازم يضحك ويتكلم عشان الناس تحس بانه حاجه حقيقيه. اوكي مش انا لما انا عايل الكاميرا كده واحكي نكته الماسك التليفون بحس انه انا بتكلم معاه هو الناس دائما بتكون دايره تكون هي العين الثالثه ما عايز تكون معاك. لما انا اقدم لك النكته بعين لك هو بحس انه ده بتعين لي انت بايخ ولا شنو. ايوه ايوه انا معني انا اسوي كده بس انه لا انت مختلف فالمهم ده كان هو ساعدني في انه انا ادخل الستاند اب كوميدي. اوكي ليه الفضل الكبير صالح. اوكي نوجه له تحيه. توجه له تحيه يعني صالح ده من الناس اللي بجد لهم الفضل في مسيرتي دي بالذات. يعني هو اللي هو دخلني في الكوميديا زي يعني شالني جدعني في النار كده. اوكي اوف يعني رماه جدعني رماه. انا فهمتها. ايوه شالني بين النار في كلمه في النص اكيد رماني. ايوه ثانك يو مؤمن كمان يعني بس لا انا بضيف لك ماني حمار انا فوكابلري عشان بعدين لو سمعت احد يقول جدع تفهم. ايوه جدعني. اوكي بعد ما جدعك في النار رماني في النار. كيف صار عنده اول ستاند اب كوميدي عمله قال لي يا اخي انت حتدخل تعمل قول معي حتعمل معايا زي بودكاست كده هنتكلم مع الناس وكده. دخلت انا وهو طلع لا ايوه لا أيوة. السلام عليكم. لحظه شويه في حد لا تقولها. ايوه اول مره كان معي بس ما كان بيشارك كثير. ثاني مره اختفى. اوكي لا جدعوا. ايوه جدع لعنه. بعدين ثاني حاجه كان شاطر هو يعني بيعرف شخصيتي فبيعرف يتعامل معي كيف. هو ما شاء الله من الناس الجد يعني ككتابه ككونتنت وكمسرح رهيب. يعني صالح ده من الناس الاول مره يطلع مسرح جلس في المسرح 45 دقيقه ما شاء الله. يعني انا مستغرب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فانا لما هو بيبدا انا بعمل له الاوبننج اكت. اول اوبننج اكت قلت له انا هشتغل 20 دقيقه هشتغل لك وكده. دخلت المسرح هاي كيفكم سافا بتاع هنا وكده وخلصت يلا صالح النواوي. طلعت عينت الساعه 6 دقائق. رد له جدعة. صعب المسرح صعب ايوه مخيف. انت 6 دقائق وانا طلعت مبسوط. انا حاسس معلش اذا لا كنا اخرتك. هو عايل لك كده استغفر الله ودخل عرفت. فتاني مره 9 يعني كده كويس. ايوه يعني المره الاخيره اشتغلت 25 دقيقه. كويس. بعدين بقيت اشتغل ساعه خلاص سبيشال لحالي. نايس. خلاص ما شاء الله. ايوه بقيت احب المسرح اكثر من اي حاجه. نايس. انا المسرح ده لما اشوفه كده لما يعني اشوف المايك ده قاعد في الستاند بنبسط. مسرح احساسه مختلف مره هتقول لي جدا. فبس دي قصتي من الكونتنت من السيت داون للستاند اب كوميدي. اوكي بوش ايوه ما شاء الله. يعني ذكرت ان انت تخرج وما شاء الله تنتج تؤدي يعني ما شاء الله بتلبس اكثر من قبعه. كيف بتوفق وايش وفين شايف نفسك اكثر؟ انا مشكله انه شايف نفسي فيهم كلهم. بحبهم كلهم. انت طماع؟ ما طماع. شوف انا بعمل ريلز 1 مينت. انا عشان اصور الريل بجلس من 45 لساعه عشان اعمل سيت اب عشان اجيب المايك عشان اجيب اللايت. حين انه انا ممكن اجيب مايك المدور الاسود ده هنا احط هنا زي اللي فيه السمايل احط هنا ايوه او اجيب معلقه احط فيها شويه واجيب التليفون وانتهينا. لكن انا عشان بحب التصوير فانا فيجوال لازم اشوف حاجه حلوه. اوكي ما بعرف انا مخي ما بيشتغل لانه انا لازم يعني من غير ما اجيب اللايت من غير ما اجيب الكاميرا من غير ما اوصل من غير ما اشوفه عندي كده وامشي وجه تاني واشوف ما بقدر. فانا لانه اوريدي انا بشتغل في مجال التصوير
وفي مجال الكونتنت، فبحس انه هم بيكملوا بعض بالنسبه لي. اوكي يس انه بيساعدوني، يعني انا في ماي كونتنت بيساعدوني. فانا بالنسبه لي القبعه دي هي نفس القبعه اللي انا لابسها. عرفتها؟ اوكي انت تشوفها قبعه واحده يس مثير الاهتمام. يس. بعدين هي بتساعدك في انك كمخرج، بتساعدك في انك تغير من نظره الناس للنكته. كيف يعني؟ انا اول ما بديت جالس سيت داون، قلت سيت داون لي فبقيت بغير شنو، كل مره بغير من الباك جراوند واللايتنج، عملت شكل مسرح، عملت شكل شنو، كل مره بغير. حسيت انه الناس ملت من التغيير، ملت من الجلسه والكذا. أوكي. قمت شلت المايك الستاند اب، شلته برا، جبت المايك المدور ده عشان الناس انها تحس انه انا بعمل في نفس الحاجه اللي هم بيعملوا فيها. فهمت؟ لكن بكواليتي نظيفه. اوكي ايوه طيب. أيوة. عملته شويه، بعدين حسيت انه لا، الناس برضو ملت من حد بيتكلم معاهم، فبقيت انه انا بعمله كمشهد. يعني مثلا بكون بلعب بلاي ستيشن بيتكلم عن موضوع، بشغل مثلا، بتصل على صاحبي بالسبيكر، بيبدا لي النكته، بقوم انا بواصل. اوكي فبعملها كمشهد. فكل مره الحاجه بتخلي النقطه توصلك بطريقه ألذ والطف. عرفتها؟ فدي ده بالنسبه لي انا، عشان ما اكون ماشي بنفس المسار. أيوة. فانا احاول انه الناس تحس انه في تغيير، في حاجه حلوه شغال بيشوفوها. فكونك ان انت بتنتج وتخرج ايوه ساعدك كثير. اوكي موافق بالاجابه. ايوه. والسبب ساره برضه المديره اللي هو الاولى. هو دائما فهمك للاستراتيجي وفهمك للجمهور هو اللي بيخليك تطلع بافكار حلوه. صحيح. انت دائما احيانا متغيره. يعني اول ما حصلت حرب في السودان، السودانيين بيجوا يشوفوا الكوميديا بطريقه ثانيه ما زي زمان. طيب مثلا حصلت في فلسطين، الناس بقت يعني زهجانه وقرفانه، ما انت ما بتضحكها، فما عاوزهم ضحك حسي. فانا لا، انا لازم اوصل لهم، اوقف شويه كوميديا، اقوم اوصل لهم المعلومه بطريقه ثانيه، الضحك بطريقه ثانيه، اتكلم عن حياه ريليتابل حصل لهم. عرفته؟ فانت لازم تفهم الجمهور. لازم انت ما تقدم حاجه واحده كده تكون ماشيه، ما تكون مونوتون زي ما بيقولوا. عرفته؟ بس ايش الكونتنت جنريتور حقك؟ يعني كيف بتطلع بالافكار بالناس؟ الناس يس، بقعد مع الناس كتير، اسمع قصص. مثلا لو حسيت نفسي مثلا، لانه كلنا في دبي، فالاصدقاء ما كتير، يعني الدائره بتكون كده بسيطه ضيقه يعني. بدخل سبيس في تويتر، بتصل على اصحابي في مصر، اصحابي في السودان، بسمع قصص كده. يعني بحاول انه القط كده. عندي اصحابي هنا كده يعني. فمره كان عملت نكته عن البنات، انه هم البنات دائما بيكونوا ناسين اي شيء في خلال اليوم، بيتذكروه لما يعملوا سكين كير. فكيف جاتني النقطه، كنت اتكلم مع صاحبتي مصريه، فقامت بتتكلم عن صالح وكده، قامت قالت لي انا اتذكرت لما كنت بعمل في سكين كير، اتذكرت انه صالح، فقمت طوالي جاتني الفكره. ايوه انه عشان كده دائما يصوروا وهم يتكلموا. ايوه اي لايك. عرفتها؟ حلوه الاوبزرفيشن. فيلا بتجيني الافكار كده حلوه. يس، يعني بحاول القط الحاجه. الحاجات اللي بكتبها يعني دائما بكتب اي حاجه بالتفاصيل. الحاجات اللي بكتبها بتكون انه مثلا بتذكر حاجات معينه. مثلا يعني مره اسمه انه هو بركات عسيري، صديقي جدا بحبه جدا، فعامل ستوري ضحكني موت. قال لي الناس بطلوا يكتبوا حكم. ايوه. يعني قال زمان تسال اي واحد تقول لك لا يا اخي، قطع الارزاق ولا قطع الاعناق، ما اعرف كذا. يعني الناس زمان كان حكيمه، حسي ليه بطلوا يكتبوا حكم؟ فيلا الافكار دي بتجيك طوالي يعني كده. بتحاول بتنشط لك الذاكره. انا بدرس برضه تصوير وكده، فبقول للناس اهم حاجه في التصوير الثقافه البصريه، انك انت تشوف الناس بتعمل في شنو، الناس تجدد. في الكوميديا نفسها لازم ثقافه سمعيه، صح، والبصريه برضه. انت تشوف الناس وصلوا وين، تشوف الخواجات، تشوف العرب اللي معك، تحاول انه انت ما تقلد النكته، لكن في نفس الوقت تطلع بطريقتك انت. بس
بودكاستر صح؟ ها؟ بودكاستر. لا فنان والله إيه. ما شاء الله. إيه. مو من اسال انا ولا تسال انت؟ ما تبى نشوف الورك سؤال مو من لا، أنا كثير. حافظ. حافظ. سؤال هو الكاتبه مذاكر. لا والله ماني حافظ يعني هتخترعها. إيه. لا يعني طيب بوش من جهه بوش. بس انت خربتني. ما خربت كل احد ينادي بوش يعني كل احد ينادي بوش. بوش. بوش طيب بوش من جهه انت فين شايف نفسك بعد خلينا نقول 5 سنين؟ لا انت هذا معون معلش السؤال حق الانترفيو. دقيقة. 2006. طيب اوكي وكيف لا شايف تنكوكها. ايه وكيف شايف الساحه الكوميديه نفسها مم. يعني بحكم تجاربك انت عملت عروض في الامارات في مم. السعوديه في لندن اعتقد ولا في لندن كانت مفترض لكن ما زبطت اوكي لكن حنعملها. أيوة. اوكي فعندك تجربه كبيره مع جمهور مختلف وكمان عندك احتكاك بالكوميديانز. وين شايف الساحه وين شايف نفسك في الساحه دي؟ اوكي سؤال حلو. طيب انا بالنسبه لي ما بشوف دايما يعني بطلت احلم بطلت اخذ الرد عميق ثواني انت ماشي بطلت احلم ليه بطلت اخذ اهداف عشان لقيت انه انا بوصل مراحل ابعد منها. هاي يس بجد يعني انا يوم انا عيد ميلادي بالمناسبه بكره 6/9. فكيف فكرت ذكرت الحاجه دي يوم سايق انا دايما وانا راجع انا ساكن الشارقه فمشوار زحمه وكذا وانا راجع بقوم انا دايما مخي مرتب لكن لو شلت البيت حاجه سيئه جدا. فدايما لما انا راجع لانه عندي زمن طويل ما بتصل على حد ما بتكلم مع حد بحاول انه ساعتي اللي انا ماشي على البيت دي ارتب بيها يوم بكره. اوكي دايما اوكي يعني بشوف مثلا لو في حاجه حد اتصل عليه ولو عاوز فلوس من حد دايما كده ازله فلوس فين. فانا وانا سايق قلت الليله يوم 5/9 بكره يوم 6 بكره عيد ميلادي والله العظيم ذكرته كده. عشان قمت قلت طيب انا السنه دي عملت شنو؟ السنه دي انا عملت 5 عروض. انا عملت وين بقى عندي شنو؟ اشتريت حاجه سياره جديده عملت حاجات كثيره. دي انا ممكن اكون اخذت ليها بلان ل5 سنين لقدام. اوكي انجزتها. فبقيت شنو؟ بقيت انه بطلت تخطط بطلت اخذ اهداف. لقيت شنو؟ لقيت انه الفكره انه انا اطور من نفسي. انا تطويري لنفسي بيخلي انه وصولي للاهداف اسرع. صحيح. عرفت يعني مثلا انا مستحيل اقول انه انا نهايه السنه حاشتري سياره. كده معناته شنو؟ معناته انا الانكم بتاعي ثابت. ليه؟ عشان انا حوفر حاجه لمده سنه. طيب انا ليه ما اطور من نفسي عشان ازيد الانكم ده بدل انا اشيل منه نهايه السنه اشتري بس سياره. اوكي فانا بطور من نفسي وانس انه طورت من نفسي فالانكم بتاعي بزيد. الانكم بتاعي زاد ممكن اشتري سياره في شهرين في 3 شهور في اقل زمن يخليني افكر في نكست في شنو. ففي الكوميديا بالذات انا بقيت اطور من نفسي. انا ناسي تماما فيوز ناسي تماما اعلانات ناسي تماما انا فهمت اكون راضي من نفسي امشي اشتغل حفلات. والله العظيم يعني انا بالنسبه لي الانكم بتاع الكوميديا ده ولا اعمل لي اي حاجه لكن بالنسبه لي انا بطور في نفسي عشان اوصل لليفل معين بعد ذاك اخلف رجلي انا بشتغل بكده. دي الفكره حقتي انه انا عشان انا اوصل لحته لازم انظم نفسي انا اول اطور منها. طورت من نفسي وصلت لحته معينه اللي هي انا لسه برضه ما اعرف هي وين. فهمت يعني انا كوني قاعد معاكم ده حاسس نفسي انه انا انجزت لكن لسه احتمال امشي حته ثانيه. عرفت؟ فدي الفكره هنا بس من غير ما احس يعني لا نرجسيه ولا كده لا لكن الفكره كل ما انك انت طورت نفسك كل ما انه انت قدرت تصل لحتات من غير ما انت تاخد لها اهداف. عرفت؟ طيب الساحه انا شايفها كويسه يعني المختلفه من زمان دايما. الجبال كان اتكلمنا في لما في الاسانسير قبل يعني قبل شويه
قبل شويه لما كنا في الاسانسير انت قلت لي ضعفت، قلت لك العزيمه والاراده اللي هي ف ده احنا بقى ما عندنا خلق، ما عندنا زمن والله يس. يعني حسي انا ما يعني نادر ما اقعد احضر فيديو مدته مثلا 10 نص ساعه كده بس هيك، او بحضر في 7 يوم كده بقسمه. انت معظم الناس كده يعني ليه الريلز دي جابوا عشان بعده خلاص فهمت. ف اسمه شنو هو الكونتنت تحسي الكوميدي يتغير بقى شكله لطيف. وزمان كان احلى، زمان كان جميل كده، كان مرتب منظم، نكات حلوه بتوصل لحياة معينه. حسي حاليا بقى متعلق بيك انت. اوكي يس. فبقى برضو يعني ريليتابل، يعني انت بتحس انه انا ممكن تمر بين نفس الحاجه دي اللي هو البي او في مثلا كده. ايوه شنو يعني دي ممكن نقول دي كوميديا يعني. ايوه صحيح. ايوه اتس كايند اوف كوميدي. ايوه كايند اوف. لكن الستاند اب والحاجات ماشيه كويس، يعني في ظهور قوي للستاند اب. لكن انا زي ما كلمنا قبل برضو لما كنا اوف لاين تكلمنا في انه طريقه الكوميديا بقت شويه نفس الريلز. يعني الناس بقت معتمده مثلا على معظم الناس بقت معتمده على كروت، يعني على الجمهور. عرفتها؟ ما ادري ايش رايك عن الجمهور، بس انا حاسس الكروت شويه احس يعني شايفه ترند ومنتشر بس احس انه انا ما اعرف حسيت ما اعرف ما ابغى اتكلم. انت بتعملها؟ لا ما بعملها. طيب ليه؟ يمكن عشان ما اعرف اعملها. احس موضوع الكروت استسهال. ايوه زي المنجارو. يعني بدل انا امشي ايوه بدل انا اكتب ماتيريال واتعب واعمل بس اختلف معك في نقطة الارتجال. شوف انا ما تعجبني الصراحة، انا مو مرة تعجبني. بس احس يعني لا كستاند اب كوميديان يطلع شايل كرت، لا روح قدم ليت نايت شو ولا شوف لك شيء. حتى الليت نايت شو ما يعني لكن اسمع، لكن ما قلت لك انت ما في النهاية انت في النهاية لازم تنزل للذوق العام. لكن يا مؤمن يعني الناس عاوزة كده، فهمت؟ الناس عاوزة كده، لكن الماتيريال حلوة. انه انا امشي مثلا اسمع نكتة او اسمع قصص انك انت عملتها بطريقة لطيفة، لكن يعني ما يعني والناس برضو ملت يعني، لانه في ناس هيترز مثلا بيكونوا بينزلوا عن الستاند اب كوميدي انه هو عبارة عن كلام فارغ. هم ما مشوا حضروا ستاند اب كوميدي، عشان اغلبهم كده. ايوه مثلا يقول لك بتحقون الستاند اب كوميدي، يجيبوا لك والله مره صديقي ما احنا ما كده، اول ناس ما كده، الناس تتعب بتكتب. ف موضوع الكروت عشان ما اكون قاصد حد، انا ما قاصد حد، لكن موضوع الكروت انا بالنسبه لي انت لو عاوز تعمل كراود وورك انت كون الكروت. كيف يعني؟ انت اخلق اسئله للجمهور. اوكي ايوه ما تستنى قصه حد. يعني مثلا بتعملوا شنو لما يحصل لكم كده؟ فانت بتشيل منهم ردود مختلفه، انت الارتجال تجاوب عليهم اجابات مختلفه. فهمت؟ لكن الاستسهال بتاع انه مثلا حفلتي ده كلها تكون كروت بحيث انه هي ما عارف. لا انا شفت كم مقطع يعني حكمل على الكلام. شفت كم مقطع من دي الاشياء بدون ذكر اسماء. واحد شال وقرا الكرت اللي مكتوب في الكرت مره يضحك، فما اضاف شيء، اعطى رياكشن اللي هو الناس ضحكت ايش هذا الجنان، انت مره تضحك. هو ما سوى شيء، هو قرأ الكلام واستغرب بعدها. يس انا ايوه استوعبت انها يا اتس كسل. انا ضد كروت الان. غيرت رايي ضد كروت. كسل صراحه، كسل. يعني ان مثلا تتذكر يوم لقيتك في الستاند اب، انت جيت قريت لي اللاينز حقتك، صح؟ قلت لي احلى دي ولا دي؟ ايوه مو قلت لك الاثنين حلوين. ايوه وضحكت انا وانا معاك، ضحكت صح. ايوه لما انت طلعت المسرح انا ضحكت اكثر. صح شفتك. ايوه لكن بجد مش كان استهبال، كان ضحك حقيقي. ايوه عرفت؟ شكرا. لا بجد. ليه؟ لانه انت بالنسبه لي انا اول نكته سمعتها في حياتي نكته قبيحه بلس 18. انا النكته دي اول نكته في حياتي زمان وانا صغير.
انا ده السبب خلاني احب الكوميديا. انا كنت بجد اليوم ده يا جماعه انا ضحكت اكثر من 6 ساعات متواصله. كل ما اذكر كده كيف الزود ده فكر فيها، كيف ربط الحاجه دي. يعني انا كنت بستغرب انه النكته دي اختراع النكته ده انه كيف الواحد ربط حاجه بحاجه يخلاك انت تضحك. والله بجد يعني انا كنت قايل الضحك ده عباره عن حد وقع في الارض استهبال. يعني ما كنت قايل انه حد ممكن يكريت حاجه يضحكك بيها. فهي خلق النكته حاجه رهيبه صراحه. ايوه البروسس طويل. أيوة. بس الريورد او الجائزه اللي في النهايه مره حلوه. ايوه انك تشوف الناس يضحكوا بسبب شيء انت قلته. اوف ايوه ايوه الاحاسيس تنسى مشاكلك، شخصيتك تتعدل فجاه، تصير انسان افضل، دوبامين. لا احساس جميل والله. لما تديها واحده كده وضحكه معاه صفقه انا كنت ارق لك قميصي. عامل لهم سي طوال بجد والله. لكن في مشكله، احنا لانه جيل التسعينات، انت طبعا السبعينات الثمانينات لو سمعت الثمانينات احنا عندنا مشكله كبيره. يعني احنا او عارف انت بتحس بالحاجه دي ولا لا؟ احنا محترمين بزياده. كيف؟ ليش بزياده؟ اوريك. يعني انا كل ما امشي اعمل ستاند اب بحيث انه انا يعني بعد ما نص يعني بتخلص تصور معي. ليه بتصوروا معي؟ انا ما عملت حاجه. ايوه يسلم عليك انت والله ضحكتني شديد. طيب عادي. تحس نفسك كده يعني عاوز مثلا حد يصور معي، تتصور معي ليه؟ عاوز تودي الصوره دي وين؟ تعليقه بالثلاجه. انا ما استحق. انا في ناس اهم في حياتك. بجد يعني انا نفسي احس نفسي احس بالانجاز اللي انا عملته. ما قادر لانه محرج كده. ما ليه تصور معي؟ يعني في واحد بيقول لي لو سمحت تصور معك، انا ليه ما انت فلكن بجد يعني ضحك الناس والناس بيرسلوا لي الله بتاع بيفرق ليه معانا شديد. اكيد يا الى الان. أيوة. انا الى الان هذه الاشياء ترى بحس فيها كاني ندوب بديت. أيوة. مستحيل تقدم. احساس واحد يقول لي اليوم انا كنت جدا حزين وزعلان، نفس الشيء اللي جاك. بس لما شفت الفيديو هذا انا احساسه جميل. أيوة. تحس انه تعرف اجاوب على اسئله مره كثيره. انا ليه بسوي كذا؟ لان توصل معك مرحله اللي هو تحس نفسك مهرج. طب أيوة. ايش قاعد اسوي؟ فاهم؟ بعدين تجيك مسج زي هذا تحس انه كذا جاوب على كل اسئلتك. أيوة. وكذا والعدميه والوجوديه اللي موجوده والفلسفيه العميقه هذه يجاوب عليها كلها. فاهم؟ بتعليق واحد لطيف. فشكرا كل احد يرسل تعليق زي كذا. شكرا. لكن انت بترد على شنو؟ حبيبي والله خلاص. اكيد لازم تزعل. لا ايوه محترم. انت من جودك حتموت. دوخني يا انا عمي يعني في الجيش وكذا وشخصيه كبيره كذا رسل لي والله فيديوهاتك حلوه. قلت له حبيبي والله. اديت لك واحد حبيبي والله طوال. في واحد ذاك اليوم واحد كلمني قال لي بدي تعرف نفسك مشهور. انه يقول لي في ضربه بعد ما تصور هذه. أيوه. يقول هذه اسمها ضربه المشاهير. هذه دقه المشاهير. يقول لي لما تسوي هذه اعرف انك تبدا تحس ان انت مشهور. صح. فمهما حسيت اللي انت نفسك تسويه لا تسويها. لان هذه يعني قاعده انت من جوتك قاعده تتحول. فهذه نفسها حبيبي والله. هذه حبيبي والله. بس الله بحركات ايماءات اليد. تقدر تسال الحراك. يلا ايوه الحراك. اخيرا يا اخوان. اول في 2020 فجاه في مجموعه جدا كبيره ملحوظه يعني من المبدع. في انفجار ابداع صار او طالع للسودان. ومو بس في السودان، لقيناهم طالعين في كل مكان. في الموسيقى، في الكوميديا، وفي مجالات مره كثيره. يعني برامج اليوتيوبيه في كذا السوشيال ميديا. صح. ما عمرنا شفناهم قبل كذا يعني. او ما كنا ملاحظينهم قبل كذا.
هذه احنا سميناها العراق الحراك الفني أيوه. السوداني. الحراك الفني. ومؤمن ما عنده إجابة لأنه هو مو مرة سوداني. فنبقى نسأل يعني حتى لو احنا لو شفنا مثلا بوش متى طلع حتحصل برضو ماشي مع ذات تايم لاين. أيوه. الانفجار الإبداعي خلينا نسميه. ينفع أقول انفجار إبداعي؟ ما حد حيزعل. ما حد حيزعل لا. اللي صار في هذه الفترة القصيرة هذه اللي هي ما تتجاوز 4 و5 سنين. ليش؟ أنا حجاوبك جواب. أنا برضو فين كنتوا؟ أيوه بجد والله. أنا حجاوبك جواب. أنا يعني أنا برضو عندي نفس السؤال. وين الناس دي كانت؟ أو كنا وين إحنا يا دوب ظهرنا للناس. طيب الجواب أنا بالنسبة لي تحليل مش جواب. احتمال يكون صح احتمال يكون غلط. فأنا حسيت إنه بعد ما الناس إحنا في السودان مجتمع واحد كلنا. يعني الشباب مجتمع واحد. عرفت الناس الكبار مجتمع واحد. يعني بتحس إنه كلنا يعني كده بنعرف. لو ما بنعرف بعض بنعرف ده بيعرف ده كده. فدايما الفنانين والكوميديانز والناس كلهم كده إحنا ما بنزيد عليهم. إحنا عارفينهم هم كده ناس شاطرين جدا. فيهم أغاني حلوة شديد. كوميديانز رهيبين جدا. أنا بالنسبة لي كان الفارق إنه الناس طلعت برا بعد الحرب حصلت. إنه الناس لما طلعت برا السودان مشوية كانت يعني بالنسبة له السودان مشوية. السودان شوية لسه خليت من الكلام. السودان شوية يعني أوكي. أيوة. أوكي. شوية كان يعني الإكوبمنت أول حاجات كانت صعبة. بعدين إحنا كان مثلا ما كان في بتحصل فلوس من الفيسبوك مثلا لأنه السودان كان من محظور. والله أيوة كان محظور من أمريكا وكده فما بتحصل فلوس. لا فيسبوك ولا لا يوتيوب ولا شيء. هذا عشان كده مونيتايزيشن ولا بس مونيتايزيشن فهمت. حتى من يوتيوب من أي حاجة. فأصلا ما يعني الناس ما كان عندها الشغف بتاع انه نعمل يوتيوب عشان اطلع منه فلوس. صح. فاصلا يوتيوب ما بطلع فلوس. فالا حد يكون برا وترسل له الفيديوهات وهو ينزلها عنده وكده. اوكي يس. فده كان ممكن يكون السبب الرئيسي. الناس طلعت لقت الى الان موضوع لا تقريبا تفكر خلاص الحظر. لكن ما اعرف انا رجع ثاني ولا لا. ده يعني احنا بنتكلم بعد الثوره ولا بعد الحرب؟ بعد الثورة برضه ممكن تقول بعد الثورة. يس بعد الثورة يا دوب الناس كده. بعدين الناس بيظهروا ستارز معينين في الثورة. ستارز في الكوميديا. ستارز في كده. فأنا بالنسبة لي إنه بعد ما الناس طلعت ولقت المنافسة برا بقت تنافس مع الناس لأنه هنا في إنكم وهنا في كده وهنا في كده وفي موسيقى حلوة مرة. الرابرز مثلا ظهروا كل الجوان. ايوه حتى الرابرز ايوه كل شيء حتى مثلا وبقت في منافسه. يعني مثلا حتى الرابرز الفنانين بيجوا يعملوا مزيكا بشكل مختلف. الفنانين العاديين مش رابرز بيجوا الفيجوال اختلفت. بيجوا ينزلوا في اليوتيوب. يعني زمان كان في حد واحد بيوزع الموسيقى للسودان اسمه علي ميديا سنتر اسمه كده. يعني انا كفنان اعمل اغنيه اقوم احطها يعني على ميديا احطها عنده في يوتيوب شانل لانه هو عنده مثلا 700,000 ولا 800,000. عرفته. فحسي حاليا ايوه فحسي حاليا بقت الناس لانه بقت عارفه انه بقى انا بيجي فلوس من كده. عرفته. فاحنا صراحه كان عشان انه ما كان في المونيتايزيشن وما كان في الحاجات دي. فالناس لما طلعت ومن حصلت كده الابداع زاد زياده. ولسه في والله العظيم في ناس مخيفين. وفي البنات رهيبات جدا. كوميونتي قوي في السودان. البنات في السوشيال ميديا كوميونتي بيساعدوا بعض بصوره انت ما تتخيلها. يعني في مبادره اسمها موفز دي من فيسبوك. دي بتساعد لك السودان كله. يلا نجمع فلوس يلا نعمل كده رهيبين. فالسودانيين ككوميونتي ثابتين مع بعض بصوره ما تتخيلها. رغم انهم طلعوا كل واحد في بلد كل واحد في حته. صحيح. لكن يعني هم كلهم كونكتد مع بعض. عرفت. ما الواحد ما بيطلع من توبه زي ما بقول لك. صحيح. يعني انا سوداني ايوه مثلا طلعت برا بعمل كده لكن انا سوداني انا بعمل حاجات يعني مع الناس. عرفت. بس يعني جوابي حلو. ايه انا مقنع. ايوه يعني اعتقد السودان فتره طويله كان عنده نافذه على العالم بس ما كان
ما كان يقدر يسوي ردة الفعل عشان ما كان في الدعم ولا المونيتايزيشن أيوة. ولا ده شيء. اول ما فتح صار في انفجار، هذا الانفجار. أيوة. انا اسميه انفجار أيوة. ابداعي والله. أيوة. أيوة. لكن مثلا لو جيت ورجعت ورا اكثر، يعني بتلقى ان الناس زمان، الناس الكوميديانز زمان ورا الفنانين كان بيقدروا برضه يوصلوا، لانه زمان برضه ما كان في يوتيوب وكده، زمان مع الناس، فكان في اللي هو الشرايط الحاجات دي، فبيوصلوا للموزعين. يعني عندنا فنانين قديم يشتغلوا في مصر، ام كلثوم كان جاي يشتغل عندنا، احنا محمد منير بيش مشى عندنا، احنا مشينا منه. في فنانين كتير سودانيين كانوا بيطلعوا يمشوا الخليج ويمشوا وين ويمشوا برا كده فيه. لكن عشان انه كل زمن عنده شكله المعين. عرفت؟ انا كنت قلت لمؤمن انه الزمن ده الشهرة بقت فيه سهلة، لكن في نفس الوقت الفضيحة فيه بقت أسهل. صح. يس. يعني زمان مثلا بتشوف مثلا كاظم الساهر ما عارف عنه أي حاجة، كاظم الساهر بس أظفره حافية القدمين، هذا اللي كنا نعرفها. هسه حاليا فطر الساعة كم، صحيح. يتزوج منه، طلق منه، غير تصريح الشعر. ايوه من الفرزات شارك. ايوه تفتح التيك توك تلقى واحد شايل مايك كده، الغبض على البلوجر منه ما عارف كده. ميم نون. ايوه. فحاليا بقى الوصول سهل، ما زي زمان. حاليا بقى الوصول سهل، لكن الاستمرارية أصعب. أكيد. أنت ممكن توصل لكن تعمل حاجة تنزلك الأرض، لأن الناس كلها شايفاك. صح. لكن زمان أنت كان بيوصل منك للناس إبداعك بس. لأنه كان مثلا الحاجات البصرية في التلفزيون، الحاجات السمعية في الراديو، ما في يوتيوب سبوتيفاي ما في. فهمت؟ يا لو أنت خلاص مشهور كده بيحطوك في الجريدة لو عملت مصيبة أو لو عملت حاجة حلوة. صح. أيوه. فبس أيوه. فكل زمن عنده لباس زي ما بيقولوا يعني. اوكي. في يعني سألنا كذا أحد عن الكوميديان المفضل عندك، وإذا في كوميديان كمان يعني اسم جديد حاسس إنه حيكون يعني نجم. كوميديان المفضل عندي صدر صالح يا أسا هذه الإجابة مرة تشيزي. لا بجد والله، ادينا أحد تنصحنا نتابعه. أنا بجد والله أنت من الناس اللي بحبهم جدا بجد والله حبيبي، ما كذب. صالح بحبه جدا، من الناس اللي بيضحكوني جدا يعني. حتى تابعه سواء كان عربي أجنبي. أنا الأجانب بالنسبة لي ما ريفرنس والله أبدا، لأنه الأجانب مختلفين ليه. يعني الأجانب الكوميديا اللي بتضحك هي شنو؟ يا تتكلم عن السكس، يا تتكلم عن الدين، يا تتكلم عن السياسة. احنا كلنا ما حنقدر نتكلم عنهم. يعني احنا لو جينا تكلمنا عنهم تظهر لنا عادات وتقاليد وصح، وهنا ما تقول كده، والناس بتكون قاعده في الكومنتات كده. عرفتها؟ وممكن بسبب كلمه واحده تعمل مشكله كبيره. صحيح. عرفتها؟ فانا عشان كده ما يعني الكوميديانز بحبهم بحضرهم بيضحكوني، لكن ما باخذهم كريفرنس بالنسبه لي انا، لانه انا مختلف جدا عنهم. انا لو تكلمت مثلا عنهم، تكلمت زيهم صعب. عربي صعب. ايوه حدودنا مختلفه، عادات مختلفه، الناس تكون منطقيه. لكن مثلا كوميديان ايوه، في كوميديان اردني انا بحبه جدا اسمه يوسف بطاينه، رهيب جدا، ده انا انصحك تشوفه. شاطر، بيجيب النقطه بطريقه يعني خرافيه كده. اوكي. يس. يوسف بطاينه و اسمه منو هو؟ بركات عسيري. وجهه تحيه. شطور صديق قديم. بركات عسيري فنان الصراحه رهيب. من الناس المحترمين والناس المكافحين ما شاء الله. ما شاء الله عليه. عاوز مني فلوس لكن ما حد له. انسى يا بركات. طيب ليش عاوز مني فلوس؟ بهزر كوميديا. كنت غير اسمع قول لي بوش يرد على جواله الحين. انا كده وصلنا النهايه. الو
بوش حبيب الله قلبي، يسعدك. شكرا مرة انك جيت وقبلت الدعوة حقتنا. احنا الله مرة يخليك. انبسطنا، هذه من الحلقات العزيزة على قلبنا صراحة. يس. صراحة ما يعني توقعنا ان حنضحك في الحلقة وما خذلتنا ابدا الله يسعدك يا رب. الصراحة. الله يخليك. وبس نتمنى لك التوفيق ومشوارك اتمنى ان يوم من الايام اشاركك المسرح. يا ريت الأشياء والله اللي- انا اشاركك كده. لا يعني نكون والله في يا مسرح ونتشارك في مسرح. يلا نعمل حاجه مع بعض. يلا موافق. والله يلا موافق. انا موافق. يلا. وبس كذا. وانا حاجه اتفرج. هو صح مو معنا ايوه نعمل مع بعض كده. بس وصلنا نهاية الحلقة. نحبكم مرة كثير، شكرا جزيلا لكل أحد بيتابعنا. نراكم في الحلقة القادمة. باي باي. مع السلامه.